حكم مساعد للفار أحمد عبد الحسين مقيم الحكام. مباراة مهمة طبعا لأصحاب المركز الثاني في المجموعتين بدوري الممتاز. هي فرصة للرمادي والبيشمركة بالوصول إلى دوري نجوم العراق. القرمة وديالة على ملعب الشعب الدولي بنفس التوقيت. مباراة نهائية لتحديد بطل للدوري الممتاز موسم 23-24. جماهير الرمادي وصافرة الحكم الدولي مهند قاسم، وبداية لقاء الرمادي والبيشمركة. طبعا مباراة البلاي اوف، الفائز يواجه الخاسر من نفط البصرة، والقاسم للبحث عن البطاقة الثالثة لدوري نجوم العراق بعد أن وصل القرمة وديالة وهبط رسميا طبعا أمانة بغداد ونفط الوسط. ملعب الزوراء في العاصمة بغداد هو من يحتضن هذا اللقاء. الرمادي بالأزرق على يمين الشاشة، ومدربه محمود مجيد. يلعب بزهير فاضل بحراسة المرمى. هناك بخط الدفاع حيدر جلاوي، سعد غانم، وهناك حسن عبد الزهرة، علي محمد. بالوسط وعد وحيد، مهدي حميد، قيس رشيد، علي سلمان، رسول ظاهر. وفي المقدمة هداف الفريق سراج الدين صباح. بالأخضر البيشمركة ومدرب ريباز صديق، مدرب اللي طبعا خلفا لعمار حسين. السلامة للاعب محمد. ريباز صديق البيشمركة يلعب بحسن حسين بحراسة المرمى. هناك بهست هاوري بالدفاع، ديار كاكبرة وبشار كمال، محمد الحسن. بالوسط هوكار جمال، تشينرار جلال، محمد تقي، ابراهيم راؤوف بالمقدمة مع شعبان محمود والغاني ستيفان سالفو. انطلاقة للبيشمركة، قطع للكرة، راجعة لفريق البيشمركة اللي يحاول عن طريق ابراهيم راؤوف. ينتظر ابراهيم التمريرة من هناك من محمد تقي، لكن تصل لزهير فاضل حارس الرمادي، الحارس اللي يمثل عدة أندية، لعب للقوى الجوية والزوراء ومصاف الوسط وسامراء. بالنسبة للحارس زهير فاضل، تقطع الكرة للرمادي، التمريرة من سراج الدين صباح، قطع للكرة للبيشمركة، محمد تقي، التمريرة الآن للاعب ستيفان الغاني، عالية داخل منطقة الجزاء، ضاعت الكرة، خطيرة كانت من ابراهيم رؤوف، بكرة خطيرة للبيشمركة، كان ممكن بهذه الكرة. لاحظ التمريرة من الغاني، وأول فرصة للبيشمركة يهدد مرمى الرمادي. زهير فاضل يلعب الكرة عالية، قطع من محمد الحسن، والخطأ حرة مباشرة لرسول ظاهر، حرة مباشرة لفريق نادي الرمادي. هذا رسول يترك الكرة لحسن عبد الزهرة. الرمادي أحمد جديع المساعد للمدرب محمود مجيد للرمادي، عالية الكرة ومسك جيد كان من حسن حسين حارس البيشمركة. 4 مواسم لهذا الحارس مع الفريق.
بيشمركة طبعا ثاني المجموعة الأولى ب8 نقاط عند انتصارين وتعادلين وخسارتين بالنسبة لفريق البيشمركة. البيشمركة فوزين على ديالى وتسديدة هذه المرة خطيرة إلى ركلة مرمى. بيشمركة فوزين على ديالى والمصافي، وعند طبعا على ديالى بهدف والمصافي 2-0، تعادل مع الاتصالات 3-3 والمصافي 2-2. خسارتين، خسر من ديالى 0-2 والاتصالات 0-1. بينما الرمادي جمع 11 نقطة وخلف القرمة ليوصل إلى دوري النجوم. تماس الآن سراج الدين صباح بها الصورة، 13 هدف لهذا اللاعب. علي محمد يلعب الكرة، راجعة هذه المرة بها الوسط، مهدي حميد إلى وعد، حيدر جلاوي. المحاولة الآن، حاول بالكرة قيس، قطع للكرة، الإبعاد من حسن عبد الزهرة. شعبان يحاول، حسن حسين حارس مرمى البيشمركة. هجوم من هناك بيشمركة، الانطلاقة إبراهيم رؤوف. محاولة الآن بيشمركة ينتظر الإسناد والتسديدة لكن إلى زهير حارس. بداية جيدة للفريقين، تحس الفريقين الطموح طبعا. كرة بالوسط، شعبان محمود يعيد الكرة لبشار كمال. بشار يعيد، بيشمركة بالوسط، شعبان تمريرة كانت مع 4 بهست هاوري أمامية الكرة، سالفو تمريرة ستيفان سالفو ومحاولة خطيرة طبعا على مرمى هذا الغاني. وهنا رباط صديق مدرب البيشمركة طبعا خلفا لعمار حسين اللي قدم استقالته. البيشمركة بداية طيبة ويهدد مرمى الرمادي لمرتين خلال 7 دقائق. علي محمد يعيدها لزهير فاضل حارس المرمى، طالت على حيدر جلة إلى التماس. رسول ظاهر راجع الكرة لديار، أمامية تقطع بالوسط، رسول لعلي محمد، علي محمد رزاق، الرمادي التمريرة وقريبة جدا لكن الإبعاد من محمد الحسن محترف الغاني إلى رسول للرمادي، الانطلاقة يبحث عن إسناد، يحاول والإبعاد من محمد الحسن إلى تماس للرمادي. هذا محمود مجيد هداف الدوري العراقي في 97 مع الشرطة ب22 هدف، لعب للزوراء ولعب للجيش ولعب للشرطة. بالنسبة لي محمود مجيد وأشرف على تدريب البيشمركة قبل موسمين من هنا. سعد غانم يلعب الكرة بها الوسط، وعد عيد الكرة، سراج الدين صبا تمريرة مع مهدي، انطلاقة من هناك ينتظر جلاوي
إلى حيدر جلاوي، قطع من بشار كمال، محمد تقي، البيش برقة يحاول انطلاقة هذه المرة، أوكار جمال، الكرة اللي بهست عالية للبيش مرقة وتصل لزهير فاضل. زهير حارس المرمى فريق الرمادي. رمادي طبعا في الادوار النهائيه، هاي المحاوله كانت 3 انتصارات للرمادي على القرمه والجولان والناصريه، تعادل مرتين مع الناصريه والجولان، وخساره كانت من القرمه 0-2. راجع الكره نادي حميد يعيدها لوعد علي سلمان، راجع الكرة إلى سعد غانم، الرمادي التمرير، كان القطع الممتاز من بشار. فريق البيش برقة يعيدها لديار، تعود للحارس، راجعة لديار كاكبرة، حضور جيد لجماهير الرمادي. كرة تقطع من وعد بالخطأ، ابراهيم رؤوف داخل منطقة الجزاء، حاول لعبها وكار لكن التغطية والخطأ، حرة مباشرة لفريق نادي الرمادي. هذا اللاعب وعد وحيد، طموح للفريقين طبعا بالوصول الى دوري نجوم العراق، هم على بعد خطوتين، خطوة الآن والخطوة القادمة. حسن عبد الزهرة يلعب الكرة إلى وعد، علي محمد بالوسط، وعد وحيد، الرمادي التمريرة لعلي محمد، والابعاد من محمد الحسن اللاعب الغاني، هذا لاعب لأمانة بغداد. تماس للرمادي، اغلب الجماهير من جماهير الرمادي جماهير قليله للبيش مرقة، بينما هنا علي محمد رزاق. لما انتهت المباراة مباشرة إلى ركلات الترجيح داخل منطقة الجزاء للرمادي، بعد من دفاعات البيش مرقة. سالفو يحاول، راجع الكرة، كان علي محمد قريب، أوكر طالت الكرة على شعبان محمود لاعب البيش مرقة الواضح بالصورة. علي محمد رزاق، الرمادي سراج الدين يعيدها قريبة جدا وتصل للحارس حسن حسين، حارس مرمى البيش مرقة. بيش مرقة طبعا ممثل سليمانية، بينما الرمادي هناك 3 أندية كانت يعني تتحدث عن الجولان والقرمة والرمادي. القرمة وصل إلى دوري النجوم، الرمادي يبحث عن بطاقة. طالت على حيدر جلاوي اللاعب السابق للسماوة ولفريق الديوانية. بشار كمال يلعب الكرة، بشار مع رؤوف مرة أخرى، التمريرة بالوسط، الرمادي والمحاولة
كرة اللعب. خطأ الآن، هذا المساعد ريباز الصديق، حكم المساعد اللي أتى طبعا خلف اللي عمار حسين، عنده مدرب الحراس جبار جمعة، بينما الرمادي محمود مجيد مدرب والنجم الرمادي السابق أحمد الجدية وخالد فياض. أجواء حارة واللاعبين طبعا يستثمرون الوقت لشرب المياه. جماهير الرمادي الوفية اللي أتت إلى بغداد لمؤازرة الفريق والعودة إلى دور النجوم. هذا ستيفان سالفو، بينما هنا حسن عبد الزهرة كان يعيد الكرة إلى محمد الحسن بيشمرقة أمامية، ابعاد من علي محمد رزاق، راجع الكرة للبيشمرقة، حاول الآن تمريرة من هناك إلى اليسار، محمد تقي، محاولة للبيشمرقة وإلى الركنية، ركنية لنادي البيشمرقة. مباراة بلاي اوف الرمادي والبيشمرقة، الفائز سيواجه الخاسر من لقاء نفط البصرة والقاسم، والبحث عن بطاقة إلى دوري نجوم العراق. عالية الكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، قطع من دفاعات الرمادي، محاولة التسديد وبعيدة وإلى ركلة مرمى. هذا اللاعب الشعبان محمود حاول فريق البيشمرقة 8 نقاط، انتصارين تعادلين خسارتين، سجل 8 واستقبلت شباكة 8 أهداف. كرة اللعب من اليسار، محمد تقي يلعب الكرة، قطع من دفاعات الرمادي بالوسط، مهدي حميد، التمريرة الآن إلى اليمين لحيدر جلاوي، حيدر انطلاقه للرمادي لكن قطع من اللاعب هوكر، تمريرة من هناك إبراهيم رؤوف، خطيرة خطيرة خطيرة، المرور للبيشمرقة لكن طالت الكرة. هذا اللاعب تقي، محمد تقي حاول بالكرة، محمد تقي تمرير حسن حسين، كرة اللعب، بعد لي الكرة إلى التماس. هذا اللاعب بهست هاوري قائد الفريق، ستيفان سالفو مرة أخرى قريبة جدا، محاولة من اللاعب هوكار، راجعة لبهست قريبة جدا، محاولة الإبعاد، دفاعات الرمادي بالوسط، راجع الكرة من هناك لحيدر جلاوي، تمرير الآن من المحاولة، رسول ظاهر يلعب الكرة
القطع من حيدر جلاوي. قيس رشيد. الرمادي في ساحة لعب البيشمركة، عملية تمرير، محاولة الآن، إبعاد من باست هاوري لمهدي حميد. سراج، علي محمد رزاق، عالية وخطيرة الكرة، تصل لقيس مع حيدر جلاوي. الرمادي والإبعاد من الدفاعات، راجع الكرة مرة أخرى. مهدي حميد. الرمادي حاول من وعد. حيدر جلاوي. بدأ فريق الرمادي والخطأ هذه المرة للبيشمركة. كرة اللعب لفريق البيشمركة. رمادي طبعا النادي المتأسس عام 1966 وأقدم من البيشمركة، على اعتبار البيشمركة تأسس في التسعينيات. اسماء تدريبية مرت على الرمادي، الراحل عمو بابا، حسن فرحان، حسن سداوي، مداحان، طالب شلوب، سائر جسام، شاكر محمود. من الأسماء التدريبية. والكرة للبيشمركة ضاعت، خطيرة كانت. باست هاوري لستيفان سالفو. بالمناسبة الفار موجود، إذا كان هناك أي شيء في أي حالة الفار موجود وقريبين جدا. علي محمد رزاق، محاولة التسديد، طالت الكرة إلى تماس لفريق الرمادي. أفضل البيشمركة، أخطر هذا اللاعب جنر جلال. يلعب في سيد صادق. وهنا باست هاوري كابتن للبيشمركة. أسماء مرت جماهير الرمادي والمؤازرة. أبرز الأسماء واللاعبين اللي مثلوا الرمادي هنا محمود مجيد، أشرف على تدريب البيشمركة قبل موسمين والآن مع الرمادي والطموح للوصول إلى دوري النجوم. لكن هذه الكرة الخطيرة كانت، لاحظ، وبهذه اللقطة ستيفان سالفو وضاعت. كرة مباشرة وخطأ. أبرز اللاعبين اللي يمثلوا الرمادي خالد وشاكر، محمد صبار، احمد جديع، جمعة جديع، هشام محمد، سعد ناصر، عامر مشرف، محمد حميد، حيدر أحمد، منعم يوسف، ووليد خالد. كرة اللعب، محاولة التمرير، هاوكر جمال، والتسديدة والإبعاد من زهير فاضل. أخطر أفضل البيشمركة. حيدر جلاوي راجع الكرة، كرة مباشرة وخطأ. هذا قيس رشيد.
حرة مباشرة والخطأ هذه المرة على بشار كمال. قيس قريب، تمرير لجلاوي عالية، ضاعت أول فرصة حقيقية للرمادي، أول تهديد عن طريق طبعا سراج الدين صباح، هذا اللاعب هداف الفريق ولاعب لكربلاء سماوة النجف أمانة بغداد الحدود. لاحظ تسديد بهذه الطريقة وإلى ركلة مرمى. كرة بها الوسط، هاوكر حاول بالكرة، سعد غانم بها الوسط، محمد الحسن يقطع الكرة والخطأ هذه المرة لشعبان محمود. داخلين على الدقيقة 26. يا من تتابع العراقية الرياضية في كل مكان، تعادل سلبي بين الرمادي والبيشمركة، وخطيرة الكرة وضاعت، خطيرة. إبراهيم رؤوف لاعب يمثل نوروز، والكل يعلم نادي نوروز والنتائج المميزة مع ولي كريم، وفي هذا الموسم يعني مركز في الوسط مع السوري طبعا نزار محروس بعد ان قدم الاستقالة. ولي كريم نتمنى له التوفيق مع الكهرباء، مدرب ولي كريم الكل يعلم ومن اوصل طبعا نادي نوروز وعاد كرة السليمانية بعد غياب تقريبا 8 مواسم الى دوري النجم. هذا ابراهيم رؤوف، اللقطة الماضية تماس حيدر جلاوي، كرة راجعة نادي حميد، تحضير إلى اليسار، علي محمد رزاق يلعب الكرة لرسول ظاهر، راجعة لمهدي، حاول الآن مع وعد علي محمد رزاق، تقطع الكرة من البيشمركة والانطلاقة. ابراهيم رؤوف ينتظر الاسناد، تأخر كثير، قطعت الكرة، تمرير الآن تصل للبيشمركة، محمد الحسن يلعب الكرة مع شعبان، محمد تقي محاولة خطيرة والراية والتسلل، ركلة حرة غير مباشرة لنادي الرمادي. هذه اللقطة على الصافرة، زهير فاضل يلعب الكرة، حسن عبد الزهرة يلعب، انطلاقة الآن خطأ، لمسة يد على رسول ظاهر. دولي مهند قاسم طبعا دولي منذ عام 2011 دار 33 مباراة في دوري النجوم العراق، أول مباراة يديرها بالدوري الممتاز.
وهذه هي مباراة البلاي اوف. رسول ظاهر قطع للكرة، راجعة لديار بها الوسط، كرة مباشرة وخطأ للبيشمركة، خطأ لإبراهيم راؤوف. يعني بعد مرور 30 دقيقة أفضلية للبيشمركة طبعا بالوصول والتهديد على مرمى الرمادي. حرة مباشرة للبيشمركة عالية داخل منطقة الجزاء، هدف أول للبيشمركة عن طريق محمد تقي القادم من مصاف الجنوب في الفار، وننتظر التأكيد. أول للبيشمركة عن طريق محمد تقي بمتابعة ممتازة بعد الرأسية من الغاني سالفو، والهدف الأول لفريق البيشمركة. لاحظ الانطلاقة ولا وجود للتسلل، وبالتالي محمد تقي بهدف أول بمتابعة ممتازة لنادي البيشمركة. البيشمركة يفتتح التسجيل عن طريق محمد تقي بالدقيقة 31 من عمر اللقاء. هدف أول لنادي البيشمركة. البيشمركة يسجل وينتظر مهند قاسم تأكيد الفار على هدف للبيشمركة. الدولي مهند قاسم ينتظر التأكيد. لهذه اللقطة وننتظر محمد تقي يسجل للبيشمركة. جماهير الرمادي بانتظار التأكيد. محمد صلاح طبعا حكم فار وباتصال مع الدولي مهند قاسم. هل هناك شك باللقطة الماضية أو التأكيد؟ ريباز صديق المدرب المساعد للبيشمركة بمواجهة محمود مجيد مدرب الرمادي، والجميع ينتظر.
إذن الهدف لمحمد تقي. اللقطة الماضية وفرحة محمد تقي بالهدف يعتمد. انطلاق الآن البيشمركة، يحاول مرة أخرى شعبان، حاول شعبان من هناك، تسديدة من إبراهيم، راجع الكرة لمحمد تقي صاحب الهدف. بيشمركة وقطع من الدفاعات، راجع مرة أخرى، تقدم للبيشمركة بهدف عن طريق محمد تقي. لا شيء فريق الرمادي في مباراة البلاي اوف. انطلاق الآن من اليسار، علي محمد رزاق يلعب الكرة لمهدي حميد، عالية، ابعاد لي الكرة، شينا جلال راجعة بها الوسط، الرمادي يحاول، علي محمد رزاق تمريرة، قطع من محمد الحسن، حيدر جلاوي يحاول بالكرة، لكن الابعاد من بشار كمال، والتمس قيس رشيد. تحس بأن هذا اللاعب معزول تماما، يعني مراقبة من لاعبي البيشمركة، وأيضا يعني ما وصلت الكرات بالشكل المطلوب. سالفو يفقد الكرة، مهدي حميد مع وعد، راجعة لحسن عبد الزهرة إلى سعد غانم، الرمادي يحاول أن يعدل قبل نهاية الشوط، الانطلاقة من هناك، قطع من بشار، الصراع، مهدي التمريرة، حاول الآن خطيرة للرمادي، حارس حسن حسين، حسن حسين يتدخل باللحظة الأخيرة. محاولة كانت للرمادي من أجل التعديل، محمد الحسن التمرير الآن، راجع لزهير فاضل، سعد غانم إلى مهدي حميد، حيدر جلاوي، الرمادي أمامية، محاولة خطيرة الآن، حاول طبعا سراج الدين صباح، هذا سليمان بعيد عن سراج الدين صباح. دفاع البيشمركة دفاع جيد متراص منسجم لغاية الآن. محمد الحسن إلى اللاعب بهست، هاوري تمريرة، حيدر جلاوي قريب مع قيس، حاول الآن للرمادي، لكن القطع من محمد الحسن إلى تماس لنادي الرمادي. كرة اللعب، شعبان محمود عيد الكرة إلى دياب، تماس لفريق الرمادي،
غياب التركيز على لاعبي بيشمرقة. هذا حيدر جلاوي. الرمادي يحاول أن يعدل قبل نهاية الشوط. راجع الكرة إلى سعد غانم. علي محمد لعلي سليمان، التمرير. علي سليمان المحاولة قريب جدا، لكن الإبعاد من بشار كمال. مهدي حميد لوعد لليمين. قيس يحاول لرسول ظاهر. حيدر جلاوي عالية، ركنية. طبعا حارس عندما يخرج الحسم يكون بشكل ممتاز، لكن شوف الان خرج والخطأ امام حسن حسين حارس المرمى. توقيت والمسك المحكم بهذه اللقطة. علي محمد رزاق عالية قريبة جدا، والتسديدة بعيدة. كرة بعيدة من حيدر جلاوي لاعب الرمادي، بينما هنا محمد الحسن لاعب الغاني لاعب فريق البيشمركة. هذا حيدر جلاوي باللقطة الأخيرة. حسن عبد الزهرة يلعب الكرة. علي محمد رزاق بعد هذه المرة من الدفاعات إلى مهدي حميد. تقطع الكرة. تشينا جلال تمريرة الآن. سالفو خطيرة خطيرة. ثاني للبيشمركة. ثاني للبيشمركة عن طريق إبراهيم رؤوف بهدف ثاني بشباك الرمادي. البيشمركة بتمريرة رائعة ضرب دفاعات الرمادي، وإبراهيم محمد رؤوف بهدف ثاني. هذا لاعب نادي نوروز السابق. لاحظ التمريرة والانطلاقة، وبالتالي الثاني عن طريق إبراهيم رؤوف. ستيفان سالفو لاعب الغاني، والثاني لنادي البيشمركة. فرحت طبعا إبراهيم رؤوف. نوروز بهدف ثاني. لاعب نادي نوروز يسجل للبيشمركة. بيشمركة 2 الرمادي لا شيء. ربما ننتظر تأكيد الفار على اللقطة الأخيرة. حيرة جماهير الرمادي ونظرة على المباراة. بانتظار يعني تمريرة سالفو اللاعب الغاني لإبراهيم رؤوف. محمود مجيد واحمد جديع، وثاني الاهداف. تم تاكيد الهدف الثاني للبيشمركة عن طريق لاعب نوروز السابق ابراهيم رؤوف. 2-0 لغاية الآن. لا وجود للتسلل باللقطة الماضية، وبالتالي الثاني أفضل نادي البيشمركة
من الرمادي بالشوط الأول، وكلل طبعا مجهوداته بهدفين عن طريق طبعا محمد تقي وإبراهيم رؤوف. حرة مباشرة للرمادي عالية، قطع من دفاعات البيشمركة. سالفو حاول، ستيفان سالفو لاعب الغاني ساهم في الهدفين، يعني بالهدف الأول بالرأسية الجميلة لمحمد تقي أكملها في مرمى الرمادي، وبالهدف الثاني أيضا بالتمريرة الممتازة لإبراهيم رؤوف. زهير فاضل 5 دقائق كوقت بدل ضائع على شوط المباراة الأول، والتقدم للبيشمركة بهدفي محمد تقي وإبراهيم رؤوف. تمرير الآن، ابعاد من بشار كمال إلى التماس، غير طبعا رسول ظاهر من الجهة اليسرى إلى اليمين، هذا حيدر جلاوي. راجع الكرة لوعد، قطع للكرة وتترك إلى ركلة مرمى. غياب التركيز طبعا على لاعبي الرمادي بهذا الشوط. بيشمركة طبعا قدم شوط جيد، استثمر الفرص اللي أتيحت له، سجل هدفين لغاية هناك عودة للبيشمركة بالشوط، عودة للرمادي في شوط المباراة الثاني أمام تقدم البيشمركة. انطلاقة عن سراج الدين الصباح، انطلاقة للرمادي، محاولة بعاد من الدفاعات. تمرير الآن بالوسط، ديار كاكابرا يلعب الكرة من هناك لبشار كمال، شنار جلال، بهست هاوري لمحمد الحسن، بيشمركة وتماس لنادي البيشمركة. فاز من هذا اللقاء، سيواجه الخاسر من نفط البصرة ونادي القاسم. أوكر جمال لبشار كمال، من هناك محمد تقي صاحب الهدف الأول. الانطلاق الآن، محاولة قطع للكرة، تمريرة قيس رشيد ينتظر مع رسول ظاهر وتماس، راجعة من وعد لحيدر جلاوي وكرة سهلة للحارس حسن حسين. الدقيقة الأخيرة طبعا شوط المباراة الأول مع الوقت بدل الضائع. بيشمركة هدفين عن طريق محمد تقي وإبراهيم رؤوف في مباراة البلاي أوف، مباريات الفرصة للتواجد في دوري نجوم العراق. وعد وحيد وحرة مباشرة وخطأ.
هذا قيس رشيد كان بالصورة. رسول ظاهر مع جلاوي قريبين على الكرة، ربما آخر كرة في هذا الشوط للرمادي. ابعاد من الحارس حسن حسين، راجع الكرة لمهدي حميد، تمريرة الرمادي، محاولة والتسديدة بعيدة جدا إلى ركلة. خلاص الشوط الأول صافرة الحكم الدولي مهند قاسم تنهي أحداث شوط المباراة الأول. بيس مرقة يتقدم بهدفين على حساب الرمادي. الأهداف سجلت عن طريق إبراهيم رؤوف ومحمد تقي. التقيكم بداية الشوط الثاني. إلى اللقاء. عملية الهجوم الآن، ممكن الآن نادي القاسم لو سجل هدف سيصعب الأمور. الله 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 الله، هدف 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 رهيب 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 نادي القاسم، رهيب والله رهيب، فيك الجمال العجيب. هدف جميل لنادي القاسم، صاروخ صاروخ في مرمى الصقور، وهدف لنادي القاسم، هدف لنادي القاسم. واي هدف اي هدف اي هدف لنادي القاسم. فلاح عبد الكريم يسجل هدف ولا اروع لنادي القاسم في مرمى القوة الجوية، وبديل ناجح للمدرب ايمن الحكيم. لاحظ فلاح عبد الكريم، صعبة على محمد حميد، صعبة على محمد حميد، صعبة هذه المرة على محمد حميد بعد الإنقاذ الرائع لأكثر من كرة لمحمد حميد للاعبي فريق نادي القاسم، لكن هذه الكرة مرت على محمد حميد لتعانق الشباك، ونادي القاسم يتقدم على القوة الجوية بهدف لا شيء. حرة لصالح نادي القوة الجوية. الثمان دقائق اللي أضافها حكم المباراة انتهت. ركلة حرة تنفذ على القائم البعيد، عملية التحضير، وهنا التعادل لنادي القوة الجوية. سعد عبد الأمير، سعد عبد الأمير يسجل هدف التعادل، لكن الراية على سعد عبد الأمير، الراية على سعد عبد الأمير. أعتقد هناك عودة للفار. هل هناك عودة إلى الفار؟ لاحظ هنا الإعادة، هنا حالة التسلل غير موجودة، أعادها لاعب يريف، وهنا عائدة من القائم الأيمن ويكملها سعد عبد الأمير في المرمى يعدل النتيجة. لكن القرار يأتي حسن رائد، والاعتراض على قرار المساعد الأول واثق مدلل. لاعب ديون كان قريب، عالية الكرة، جول ليزاخو داروين لوبيز الكولومبي بهدف أول لأبناء الخابور. داروين لوبيز سادس أهداف بالدوري، يحتفل على طريقته الخاصة. لقطة سيلفي للذكرى. الكولومبي داروين لوبيز، هل هناك شيء؟ أعتقد لا يوجد تسلل في اللقطة الماضية. لاحظ انسل ودخل، وهدف أول لزاخو. عن طريق داروين لوبيز عبر الحدود وسجل الهدف الأول. مرة أخرى لكرار داخل منطقة الجزاء، بحث دائما عن إبراهيم. الله، جول للحدود، عبر الحدود عن طريق البديل
البديل علي كريم محمد، البديل الناجح، البديل بهدف جميل للحدود بتسديدة قوية جدا مرت وعبرت في شباك علي كاظم. واحد من الأهداف الجميلة بدورنا عن طريق البديل علي كريم، هوب في شباك علي كاظم بكرة جميلة على الطاير، وهدف جميل ورائع للحدود. لاحظ الحدود بهذه الكرة والتعديل وفرحة عادل النعمة. وتسديده من بعيد، جول جول علي صادق. علي صادق يلعب كرة جميلة من مسافة بعيدة ويسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 39 من عمر المباراة. علي صادق به كرة جميلة ولا أروع ولا أجمل من خارج منطقة الجزاء، يسجل من خلالها أول أهداف المباراة بكرة رائعة جميلة من مسافة حوالي 40 ياردة، يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 39. شوف 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 بيمينه كرة. عملية الهجوم الآن، ممكن الآن نادي القاسم لو سجل هدف سيصعب الأمور. الله 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 الله، هدف 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 رهيب 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 نادي القاسم، رهيب والله رهيب، فيك الجمال العجيب. هدف جميل لنادي القاسم، صاروخ صاروخ في مرمى الصقور، وهدف لنادي القاسم، هدف لنادي القاسم. واي هدف اي هدف اي هدف لنادي القاسم. فلاح عبد الكريم يسجل هدف ولا اروع لنادي القاسم في مرمى القوة الجوية، وبديل ناجح للمدرب ايمن الحكيم. لاحظ فلاح عبد الكريم، صعبة على محمد حميد، صعبة على محمد حميد، صعبة هذه المرة على محمد حميد بعد الإنقاذ الرائع لأكثر من كرة لمحمد حميد للاعبي فريق نادي القاسم، لكن هذه الكرة مرت على محمد حميد لتعانق الشباك، ونادي القاسم يتقدم على القوة الجوية بهدف لا شيء. حرة لصالح نادي القوة الجوية. الثمان دقائق اللي أضافها حكم المباراة انتهت. ركلة حرة تنفذ على القائم البعيد، عملية التحضير، وهنا التعادل لنادي القوة الجوية. سعد عبد الأمير، سعد عبد الأمير يسجل هدف التعادل، لكن الراية على سعد عبد الأمير، الراية على سعد عبد الأمير. أعتقد هناك عودة للفار. هل هناك عودة إلى الفار؟ لاحظ هنا الإعادة، هنا حالة التسلل غير موجودة، أعادها لاعب شريف، وهنا عائدة من القائم الأيمن ويكملها سعد عبد الأمير في المرمى، يعدل النتيجة. لكن القرار يأتي حسن رائد، والاعتراض على قرار المساعد الأول واثق مدلل. لاعب ديون كان قريب، عالية الكرة، جول ليزاخو داروين لوبيز الكولومبي بهدف أول لأبناء الخابور. داروين لوبيز 6 أهداف بالدوري، يحتفل على طريقته الخاصة.
لقطة سيلفي للذكرى. الكولومبي داروين لوبيز، هل هناك شيء؟ أعتقد لا يوجد تسلل باللقطة الماضية. لاحظ انسل ودخل وهدف أول لزاخو. عن طريق داروين لوبيز عبر الحدود وسجل الهدف الأول. مرة أخرى لكرار داخل منطقة الجزاء، بحث دائما عن إبراهيم. الله، جول للحدود، للحدود، عبر الحدود عن طريق البديل علي كريم محمد، البديل الناجح، البديل بهدف جميل للحدود بتسديدة قوية جدا مرت وعبرت في شباك علي كاظم. واحد من الأهداف الجميلة بدورنا عن طريق البديل علي كريم، هوب في شباك علي كاظم بكرة جميلة على الطاير وهدف جميل ورائع للحدود. لاحظ الحدود بهذه الكرة والتعديل وفرحة عادل النعمة. وتسديدة من بعيد، جول، جول علي صادق. علي صادق يلعب كرة جميلة من مسافة بعيدة ويسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 39 من عمر المباراة. علي صادق به كرة جميلة ولا أروع ولا أجمل من خارج منطقة الجزاء، يسجل من خلالها أول أهداف المباراة بكرة رائعة جميلة من مسافة حوالي 40 ياردة، يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 39. شوف 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 بيمينه كرة. عملية الهجوم الآن، ممكن الآن نادي القاسم لو سجل هدف سيصعب الأمور. الله 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 الله، هدف 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 رهيب 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 نادي القاسم، رهيب والله رهيب، فيك الجمال العجيب. هدف جميل لنادي القاسم، صاروخ صاروخ في مرمى الصقور، وهدف لنادي القاسم، هدف لنادي القاسم. واي هدف اي هدف اي هدف لنادي القاسم. فلاح عبد الكريم يسجل هدف ولا اروع لنادي القاسم في مرمى القوة الجوية، وبديل ناجح للمدرب ايمن الحكيم. لاحظ فلاح عبد الكريم، صعبة على محمد حميد، صعبة على محمد حميد، صعبة هذه المرة على محمد حميد بعد الإنقاذ الرائع لأكثر من كرة لمحمد حميد للاعبي فريق نادي القاسم، لكن هذه الكرة مرت على محمد حميد لتعانق الشباك، ونادي القاسم يتقدم على القوة الجوية بهدف لا شيء. حرة لصالح نادي القوة الجوية. الثمان دقائق اللي أضافها حكم المباراة انتهت. ركلة حرة تنفذ على القائم البعيد، عملية التحضير، وهنا التعادل لنادي القوة الجوية. سعد عبد الأمير،
سعد عبد الأمير يسجل هدف التعادل، لكن الراية على سعد عبد الأمير، الراية على سعد عبد الأمير. أعتقد هناك عودة للفار. هل هناك عودة إلى الفار؟ لاحظ هنا الإعادة، هنا حالة التسلل غير موجودة، أعادها لاعب شريف، وهنا عائدة من القائم الأيمن ويكملها سعد عبد الأمير في المرمى، يعدل النتيجة. لكن القرار يأتي حسن رائد، والاعتراض على قرار المساعد الأول واثق مدلل. لاعب ديون كان قريب، عالية الكرة، جول ليزاخو داروين لوبيز الكولومبي بهدف أول لأبناء الخابور. داروين لوبيز سادس أهدافه بالدوري، يحتفل على طريقته الخاصة. لقطة سيلفي للذكرى. الكولومبي داروين لوبيز. هل هناك شيء؟ أعتقد لا يوجد تسلل في اللقطة الماضية. لاحظ انسل ودخل، وهدف أول لزاخو. عن طريق داروين لوبيز عبر الحدود وسجل الهدف الأول. مرة أخرى لكرار داخل منطقة الجزاء، بحث دائما عن إبراهيم. الله، جول للحدود، عبر الحدود عن طريق البديل علي كريم محمد، البديل الناجح، البديل بهدف جميل للحدود. للبيشمركة الأهداف سجلت عن طريق محمد تقي وإبراهيم راؤوف. اللاعب هوغو سانتا البرازيلي في أول ورقة للمدرب. طبعا محمود مجيد بديلا لعلي سليمان، وحسين عباس يلعب بديلا لعلي محمد رزاق. تغييرين لغاية الآن بصفوف الرمادي. عالية الكرة، الرمادي اللي يحاول أن يقلص الفارق أولا ثم يفكر بالتعديل، لكن هو أمام فريق منظم، فريق ممتاز، أدى شوط أول جيد. ريباز صديق للبيشمركة يلعب بنفس الأسماء، حسن حسين بحراسة المرمى، هناك بهاز تاوري، ديار كاكابرا، محمد الحسن، بشار كمال، محمد تقي، شنر جلال، أوكار جمال، شعبان محمود، إبراهيم راؤوف، والغاني ستيفان سالبو. بينما محمود مجيد مدرب الرمادي يلعب بزهير فاضل بحراسة المرمى. حسين عباس، حسن عبد الزهرة، سعد غانم، حيدر جلاوة خطيرة، سراج الدين صباح كان ممكن يقلص الفارق للرمادي. هناك وعد حميد، مهدي حميد، اللاعب هوغو البرازيلي، رسول ظاهر، قيس رشيد، وسراج الدين صباح. كرة بها الوسط،
محاولة، راجع الكرة، هاوكار، حسن عبد الزهرة قريب ويقطع الكرة، راجع بها الوسط، محمد تقي، ثالث عن طريق سالبو الغاني بثالث للبيش مرقع بكرة قوية وهدف رائع للبيش مرقع عن طريق الغاني ستيفان سالبو بكرة قوية جدا جدا جدا. هدف جميل ستيفن سالبو الغاني بثالث الأهداف للبيش مرقع. لاحظ الانطلاقة، لا وجود لشيء، صعبة أرضية زاحفة في شباك الرمادي بالنسبة للبيش مرقع. طبعا في شباك زهير فاضل، واحد من الأهداف الجميلة الرائعة للغاني سالفو والرقصة الأفريقية والفرحة بهذا الهدف. ثالث الأهداف للبيش مرقع أصبحت صعبة جدا على الرقم. 3-0 لغاية الآن، وبانتظار التأكيد من الفار. البيش مرقع يقدم مباراة ممتازة، وحزن وأسى على أحمد جديع المدرب المساعد لمحمود مجيد. ننتظر التأكيد من الفار. المساعد ريباس صديق، هذا البيش مرقع، هذا المدرب المساعد اللي أتى طبعا خلف لي عمار حسين اللي ترك الفريق. هذه اللقطة، هل هو عائد من التسلل؟ أعتقد يعني يبقى القرار هدف صحيح من الوهلة الأولى، لكن دائما ننتظر التأكيد. فرحة الحارس حسن حسين بهذا الهدف. ديالا والقرمة طبعا والوصول إلى دوري نجوم العراق، بحث عن بطاقة ثالثة حائرة. نفط البصرة والقاسم، فاز يبقى بدوري النجوم، خاسر يلتقي البيش مرقع لغاية الآن. بحث عن بطاقة ثالثة إلى دوري نجوم العراق. الرمادي ثاني المجموعة الثانية وخلف القرمة، وكان معاه زولان من الناصرية. بيش مرقع ثاني المجموعة الأولى، كان معاه ديالا والمصافي والاتصالات. تم تأكيد الهدف. بيش مرقع 3-0 الرمادي في مباراة البلاي اوف. فاز يواجه الخاسر من نفط البصرة ونادي القاسم. كرة اللعب، حسين عباس راجع الكرة إلى الحارس حسن حسين.
أمامية الكرة، سالفو راجع الكرة اللي هي البيشمركة، حيدر جلاوي عيد الكرة بالوسط، وعد وحيد، انطلاقة من هناك، القطع من بهست هاوري، تماس الآن، كرة اللعب حسين عباس لسعد غانم، سعد بالوسط لمهدي حميد الرمادي، تقطع، حاول اللاعب هوجو، سعد للرمادي عالية، حيدر جلاوي، تماس لنادي الرمادي، حيدر يلعب الكرة، انطلاقة من هناك، حاول رسول لكن القطع من بهست هاوري، بيشمركة، تمرير الآن سالفو صاحب الهدف الرائع الثالث، لكن القطع من حسن عبد الزهراء، حسين عباس، التمريرة لحيدر جلاوي الرمادي، من هناك رسول إلى هوجو، عالية بعيدة، الكرة كانت من سراج الدين صباح، يحاول بالكرة الماضية، لاحظ يترك المباراة قيس رشيد، علي سليمان موجود، راجع الكرة لزهير فاضل، ثلاثة صفر لغاية الآن، تمرير كرة اللعب، سعد غانم، مهدي حميد يترك الكرة، تمرير الآن جلاوي للرمادي، المحاولة، ساحة لعب فريق البيشمركة، التمريرة والانطلاقة، تمرير مرة أخرى، حسين عباس، مهدي حميد، خطأ الآن، شنار جلال، من هناك الانطلاقة والمحاولة للبيشمركة، خطيرة كان هاوكر جمال بكرة خطيرة للبيشمركة، الرمادي، غياب الحلول للرمادي لغاية الآن، سالفو، تمريرة مع ابراهيم رؤوف، من هناك جينار جلال والى التماس، طبعا هذا هاوكر جمال، يعني 20 نادي اشترك طبعا بالدوري الممتاز، بعد ذلك
تأهلوا الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى التصفيات النهائية. القرمة مع ديالى والوصول إلى دوري نجوم العراق. الرمادي والبيشمركة، تفوق للبيشمركة لغاية الآن. بيشمركة بهذه الوضعية سيواجه الخاسر من نفط البصرة والقصر. أقول الآن بهذه النتيجة العودة صعبة وليست مستحيلة للرمادي. عالية الكرة وتصل إلى الحارس حسن، حارس مرمى البيشمركة بالسلامة. بيشمركة طبعا بالنقاط الثمانية، انتصارين تعادلين خسارتين. الرمادي 11 نقطة ب3 انتصارات وتعادلين وخسارة. لكن لغاية الآن البيشمركة يؤدي مباراة ممتازة، لا وجود للتسلل باللقطة الماضية. هذا وعد والكرة الماضية، وكان هدف رائع لستيفان سالفو. دقيقة 60 تقدم للبيشمركة بثلاثية عن طريق محمد تقي، إبراهيم رؤوف وستيفان سالفو. شوف الخطأ، كرة قادمة من الخصم وصعبة جدا ورائعة كانت من ستيفان سالفو في شباك زهير فاضل. حسين عباس، كرة اللعب، حاولت قطع الكرة بالوسط، بهست هابري والتماس. رسول ظاهر، راجع الكرة لمحمد الحسن، تمرير الآن بالوسط، هوجو، لم تصل الكرة بالقطع الممتاز من محمد الحسن. مهدي حميد، التمرير الآن لحسين عباس إلى مهدي. الرمادي حاول على الأقل تقليص الفارق. حسين عباس راجع إلى مهدي، عاد بالدفاعات. ستيفان سالفو، الغاني للبيشمركة، محمد تقي وقطع للكرة. حيدر جلاوي من هناك، أوكر يبعد الكرة وبالسلامة لستيفان سالفو مهاجم البيشمركة.
الدوري الطويل أيضا الدوري الممتاز. ودوري صعب جدا على الجميع. وعد يترك المباراة لحمزة موحان، و19 سيشترك حسن سعد بديلا لحيدر جلاوي. محمد تقي، سالفو قريب، خطير الآن إلى سالفو، تحضير الخاطئ، القطع هذه المرة كان من اللاعب البديل حمزة موحان. سراج، علي سليمان، تسديدة بالمرة الأولى، مرة أخرى لعلي، التمريرة، ورسول ظاهر سهلة جدا لحسن حسين. غياب التركيز من لاعبي الرمادي، والنهاية الغير صحيحة. محمود مجيد مدرب الرمادي، لاعب السابق للزوراء وللشرطة وللجيش، وكان هداف في تشرين السوري أيضا، وهداف في لبنان أيضا، مع شباب الساحل ومع الشرطة في 97 مع الشرطة، عندما أحرز الشرطة اللقب قيادة عبد الله عبد الحميد كان هو الهداف. انطلاقة الآن، سراج الدين صباح يلعب الكرة، حمزة موحان من هناك إلى اليسار، سعد غانم، قوية جدا لكن تصل لحسن حسين حارس مرمى فريق البيشمركة، بينما هنا سعد غانم صاحب التسديدة الأخير للرمادي. قطع للكرة، شنار جلال من هناك، هوكر جمال، والتحضير والتسديدة لكن تصل لزهير فهد، كانت قوية جدا. تقدم من محمد تقي، بيشمركة بنفس الاسماء اللي بيجري تغيير، انطلاقة من هوجو، خطيرة 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 للرمادي، طالت الكرة إلى ركلة. هذا علي سليمان كان بالصورة. كرة اللعب، حاول محمد تقي بالكرة، قطع من حسين عباس، فريق الرمادي يبحث عن هدفه الأول. موحان، حمزة، كرة اللعب، حسن سعد لموحان، قطع من فريق البيشمركة، محاولة الآن، بيشمركة يحاول، ابراهيم رؤوف، الله، رابع هوكر جمال بغاية الجمال بهدف رابع للبيشمركة بالأربعة، والبيشمركة ما أروع بهذه الكرة، والله منتجين. والإنتاج اللي يتكلم عنه هو الاستثمار للفرص، 4 أهداف.
البيشمركة بهدف رابع وجميل. راح رؤوف الله لأوكر جمال بغاية الجمال برابع الأهداف، رابع الأهداف للبيشمركة في مرمى الرمادي. خلاص المباراة خلاص، الآن على البيشمركة أن يتحضر ويتهيأ لملاقاة الخاسر من نفط البصرة والخاسر. هدف جميل، هدف رائع. بشار كمال والبطاقة الصفراء. جماهير الرمادي وعدم الرضا. كرة اللعب، انطلاقة خطيرة للبيشمركة. ابراهيم رؤوف مميز، تقي ومرة أخرى وللحارس زهير فاضل. محمد تقي، فوضى، ارباك، غياب التركيز بدفاعات الرمادي. يعني أشد المتفائلين من البيشمركة وأنصاره ما كان يتوقع هذه حسين عباس إلى هوجو، حسن سعد، وكل الفرح والسعد للبيشمركة ليتقدم برباعية عالية وخطيرة. الكرة للرمادي، محاولة، الرمادي يحاول. الدقائق الأخيرة، 20 دقيقة الأخيرة. حسين عباس بعد من دفاعات البيشمركة، راجع الكرة، التمرير الآن والهجوم المرتد الآن والمحاولة لمحمد تقي صاحب الهدف الأول. بيشمركة شوف 4-0 ويهاجم، يبحث عن الخامس، وسجل 3 أهداف. والآن أعتقد هناك تغييرات، 3 تغييرات للسيد ريباز صديق. مدرب البيشمركة. السلامة اللاعب بشار كمال. هناك تغييرات، لكن هذا الهدف الجميل. الله، رؤوف وغاية الجمال من أوكر جمال بمرمى الرمادي. أوكر جمال هناك تغييرات. هذا نياز مغدي، وهناك أحمد وهاب، اشترك دانا مصطفى. شعبان ترك المباراة. انطلاقة الآن وخطيرة الكرة، كانت من دانا مصطفى. سالفو أيضا ترك المباراة. عالية الكرة، ابعاد هذه المرة.
هذا حمزة موحان. طالت الكرة، بهست عوري وبطاقة صفراء. لاحظ شنر جلال اعتقد ترك المباراة. عالية داخل منطقة الجزاء للرمادي، ابعاد لي الكرة داخل منطقة الجزاء ولا وجد لي شيء. انطلاقة الآن ابراهيم رؤوف. هاوكر خامس الله، خطيرة هاوكر جمال، والمحاولة الخطيرة ركنية الآن. شوف لا وجود للتسلل، كان معاه أحمد وهاب لكن هو اختار أن يسدد بنفسه، وبالتالي الركنية الآن إلى ركلة زهير فاضل. أمامية من زهير. محمد الحسن أدى مباراة ممتازة، يلعب الكرة. محمد تقي طبعا ترك المباراة، لاعب من البيس مرقة ساقط. حاول الآن الرمادي، حسين عباس حرة مباشرة بمكان خطير. دقيقة على النهاية، التقدم 4-0 للبيس مرقة. الأهداف سجلت عن طريق ستيفن سالف وإبراهيم رؤوف ومحمد تقي وهاوكر جمال. وأذكر لغاية الآن البيس مرقة ينتظر الخاسر من لقاء نفط البصرة والقاسم. حسن حسين قريب، هوجو البرازيلي وبالعارضة ضاعت على الرمادي. يحاول الآن الرمادي، حاول مرة أخرى حمزة من هناك، عالية قريبة جدا بعد من دفاعات البيس مرقة. هجوم المرتد خطرة الآن، 3 ضد 3. انطلاقة من هناك أحمد وهاب، وقوية جدا كانت من دانا مصطفى. حرة مباشرة وخطأ على أحمد وهاب. هذا البرازيلي هوجو سانتا وبالعارضة للرمادي. الكرة الماضية العارضة مع البيسمر. هوجو سانتا البرازيلي لاعب آخر، ورقة أخرى للبيش مرقة، أعتقد اللاعب أمجد كريم سيشترك. الدولي مهند قاسم،
ربما هناك الفار. جماهير الرمادي والحسرة. هذه اللقطة هل هناك ركلة جزاء للرمادي بهذه اللقطة؟ بهاست هاوري بهاست هاوري. هل هناك ركلة جزاء؟ ننتظر قرار. مهند قاسم ركلة جزاء، ركلة جزاء للرمادي. سراج الدين صباح على التنفيذ. هذه اللقطة وركلة جزاء على البيشمركة. سراج الدين صباح وحسن حسين بالمرمى، هداف الفريق طبعا سراج الدين صباح. نظرة من ريباز صديق مدرب البيشمركة. سراج الدين صباح للرمادي والهدف الأول 4-1 والدقيقة 80. هدف للرمادي عن طريق سراج الدين صباح. يبقى التقدم للبيشمركة ب4 أهداف. أربعة واحد لغاية الآن في مباراة شهدت 5 أهداف لغاية. لاحظ سراج الدين صباح الكرة بزاوية والحارس حسن حسين بزاوية أخرى. لا تتوقع ركنة على وجه. 4-1 لغاية 9 دقائق على النهاية. عدا الوقت بدل الضاع. 4-1 للبيشمركة على حساب الرمادي. محمد تقي، ابراهيم رؤوف، ستيفان سالبو وهاوكر جمال من سجلوا اهداف البيشمركة. احمد وهاب محاولة لكن القطع هذه المرة. محاولة التمرير حسين عباس الى الامام. تصل لحسين عباس. الرمادي حمزة يعيدها لزهير فاضل. سعد غانم من هناك. الرمادي تمرير الآن على الاستعمال والانطلاقة إلى اليمين. حسين عباس تمريرة رسول ظاهر عالية وتصل إلى الحارس حسن حسين. حسن حسين أمامية. كرة من هناك
حاول مع حسن عبد الزهرة، تماس الآن، كرة اللعب، كان رسول محمد، الرمادي، موحان من هناك، حاول الآن للرمادي وإلى ركلة، ضاعت هذه، ضاعت الكرة. كان البرازيلي هوغو سانتا باللقطة الماضية. بعض اللقطات للأهداف. هاوكر جمال للبيش مرقع، أحمد وهاب قريب، الكابتن وبعيدة، بهاس تهاوري إلى ركلة مرمى. 5 دقائق على النهاية، عدا الوقت بدل الظهر. أمجد كريم بديلا لتشنر جلال، عاد لبعض الأهداف. سراج قريب، قطع من نياز، راجع الكرة، سعد غانم، الانطلاق الآن من رسول، من هناك الرمادي والمحاولة، حسين عباس، تمريرة، طالت الكرة إلى ركلة. حاول طبعا بالكرة اللاعب ديار كاكابرا، أدى مباراة ممتازة مع محمد الحسن اللاعب الغاني دافعي البيشمركة. وهنا المحاولة كانت من رسول ظاهر، باز تاوري، أحمد وهاب، محاولة، تبرير الآن لأمجد، حاول طبعا دانا مصطفى، لاحظ بهذه اللقطة ضاعت الفرصة. حسن سعد، الرمادي، محاولة، أمجد، مهدي حميد يلعب الكرة، الرمادي للحسن، سعد، سعد غانم، وخلاص حمزة موحام باللقطة الماضية. تماس للبيشمركة، ربما هناك تغيير. هذا باهس تهاوري، بشار كمال، لاعب الغاني كينك، يشترك اوبا، كينغسلي لاعب الغاني يشترك بديلا لبشار كمال، صفوف البيشمركة.
أمجد، هاوكر جمال سجل واحد من أجمل الأهداف. أحمد وهاب، فرصة ضايعة للبيسمر، خطيرة الكرة كانت من أحمد وهاب. لاحظ التمرير الرائعة من باس هاوري وضاعت. مهدي حميد للرمادي يلعب الكرة، حمزة قريب تصل لحسين عباس، تسديدة من حسين وبعيدة إلى ركلة مرمى للبيسمر. دقيقة أخيرة، البيسمرقة ينتظر الخاسر من نفط البصرة ونادي القاصم. خلاص يعني صعبة جدا الرمادي أن يسجل يعني 3 أهداف على هذا الوضع وعلى هذا الأداء، حتى وإن كان الوقت بدل الضائع يعني 4 إلى 5 دقائق. هي في كرة القدم كل شيء ممكن، لكن شوف أفضلية طبعا. رسول محمد حسين يبعد الكرة من هناك، الرمادي أمجد كريم قريب جدا، بيشمرقة لاعب اللي اشترك بشوط المباراة الثاني. رسول محمد حسين يلعب الكرة، حسن سعد راجعة، سنلعب في الوقت بدل الضائع. ريباز صديق المدرب المساعد، المدرب اللي خلفا لعمار حسين، نجح امام الرمادي و5 دقائق. حسين يلعب الكرة، راجعة لسعد غانم، من هناك الكرة لرسول محمد، سراج الدين صباح، عملية تحضير، هوجو وكرة لكن إلى ركلة خطيرة كانت. حمزة موحان اللاعب اللي اشترك بشوط المباراة الثاني، شوف في هذه الكرة لكن مرت إلى ركلة. محمد الحسن والتمرير، بيشمرقة، شوف التمريرات بدقة وخطورة أحمد وهاب، قال مرة أخرى حلوة لزهير، زهير فاضل على مرتين أمام هاوكر جمال. الركنية الآن للبيشمرقة، كرة اللعب لأمجد، تبريرة أمجد كريم إلى هاوكر، إلى تماس للرمادي. خلاص 3 دقائق متبقية على النهاية، 4-1 لغاية الآن. هاوكر جمال وعلى مرتين تألق لزهير فاضل. بعض الأهداف لا يسأل عليها زهير، يتحملها الخط الدفاع الرمادي والمحاولة لموسم قادم في الدوري الممتاز. طبعا بذل جهود كبيرة مع الإدارة مع اللاعبين مع السيد محمود مجيد مدرب الفريق، لكن في الأمتار الأخيرة خسر أمام الفريق الأفضل في هذا اللقاء، الفريق اللي قدم مباراة ممتازة وحتى أيضا على سراج الدين صباح. ركنية للرمادي، لاحظ الانطلاقة والتألق من الحارس حسن حسين. الركنية الآن
تلعب من رسم، حاول بالكرة، راجعة حمزة، خاطئة، مرتدة الآن، خطيرة 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 التمريرة. في هذه اللقطة انقاذ من مهدي حميد. حاول الآن هوجو قريب، بيشمرقة، لاحظوا لاعب مبدع فنان. ابراهيم راؤوف لأحمد وهاب، والمحاولة تمريرة وحلوة لزهير. اعتقد حاول الرمادي بالدقائق الأخيرة، صحوة متأخرة، حمزة قريب، تمرير مع حمزة، الانطلاقة، باهز تاوري، ثواني الأخيرة خلاص، بيشمرقة بانتظار الخاسر من نفط البصرة والقاسم. حاول الآن دانا مصطفى، راجعة لزهير، الرمادي يحاول، خلاص حسن حسين ونهاية اللقاء. صافرة الحكم الدولي مهند قاسم تنهي أحداث لقاء الرمادي والبيشمرقة. البيشمرقة 4 عن طريق ستيفن سالب وإبراهيم رؤوف ومحمد تقي وهاوكر جمال. الرمادي هدف عن طريق سراج الدين صباح. بيشمرقة ينتظر طبعا الخاسر من نفط البصرة والقاسم في مباراة مؤهلة إلى دوري نجوم العراق. الرمادي إلى موسم ثاني بالدوري الممتاز ومحاولة أخرى. مبروك للبيشمرقة، عرض لك لي الرمادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.